بسم الله الرحمن الرحيم. على كل اخوات حبايبي، في البدايه اعمل اشتراك في القناه واعمل اللايك وفعل الجرس وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا. تعالوا مع بعض هنتكلم عن مباراه منتخب مصر وبلجيكا. تعادل المنتخب الوطني في اولى مبارياته في كاس العالم مع بلجيكا 1-1. اداء ممتاز جدا من لاعيبه المنتخب الوطني، على الرغم ان كان باقي سنه بسيطه كده. لو لعبنا شويه هجومي كنا هنقدر ان احنا نفوز على بلجيكا، كنا على الاقل هنطلع 2-0 على بلجيكا. اداء كويس جدا من لاعيبه المنتخب الوطني على رغم الاداء الدفاعي اللي كان عنده الكابتن حسام حسن، والكره الدفاعيه اللي احنا لسه مصرين عليها لحد دلوقتي. بس تعالوا نقول التشكيله اللي بدا بيها الكابتن حسام: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، باك يمين محمد هاني، باك شمال احمد فتوح، اثنين في قلب الدفاع حمدي فتحي وياسر ابراهيم، ثلاثه في وسط الملعب امام عاشور، مهند لاشين، ومروان عطيه، زيكو، ومحمد صلاح، وعمر مرموش. دي التشكيله اللي بدا بيها الكابتن حسام حسن. تشكيله دفاعيه لان كان مخلي امام عاشور او العالمي امام عاشور رجل المباراه امبارح ان يلعب طرف قدام احمد فتوح، كان بيلعب 3-5-2. دي التشكيله اللي كان بادئ بيها الكابتن حسام. كان مخلي امام عاشور بيلعب امام فتوح عشان يقدر يغطي معاه التغطيه الدفاعيه، وده اللي كان بيعمله امام عاشور امبارح. فعلا كان بيغطي تغطيه دفاعيه جدا وكان ممتاز امبارح. بس لما لعب مكانه في وسط الملعب، اللمسه اللي جت او الهدف اللي جه لمسه من محمد هاني ليه او مصطفى زيكو لمحمد صلاح لامام عاشور، تسديده صاروخيه امبارح من امام عاشور في كورتوا، افضل حارس في العالم وافضل حارس آه لريال مدريد وحارس ريال مدريد الاساسي. ان امام عاشور يجيب فيه هدف وكوره صاروخيه امبارح لا تصد ولا ترد، حاجه روعه من امام عاشور. اداء عالمي امبارح من امام عاشور، رجل المباراه ويستاهل ان هو ياخد رجل المباراه امبارح. حاجه ممتازه جدا. العالمي او الحارس العالمي، بدا عندنا حراس عالميه زي مصطفى شوبير، حارس عالمي امبارح في الدقيقه يعتبر 85 او الدقيقه 82 مصطفى شوبير انقذ هدف. كنا متعدين 1-1، كره راسيه امبارح. مصطفى شوبير لولا انقذ الهدف ده كان المنتخب الوطني طلع امبارح هزيمه 2-1 على الاقل. يعني كلنا شفنا الكره دي او كلنا ناسيين كره مصطفى شوبير والتصدي الروعه اللي عمله مصطفى شوبير امبارح. بدايه مصطفى شوبير قلناها من الماتشات الوديه، ودي برضه تاكيدا لبدايه مصطفى شوبير. عندنا حارس واحد، حارس عالمي اسمه مصطفى شوبير. محمد هاني واداء محمد هاني، دوكو كان في جيب محمد هاني. محمد هاني امبارح عمل اداء عالمي. محمد هاني تغطيه دفاعيه كانت روعه، كان قافل على دوكو ضب، يعني بمعنى صح ضبه ومفتاح. محمد هاني امبارح عمل اداء عالمي. كان دوكو ما كانش عارف يلعب، ما كانش عارف يتصرف لدرجه ان هو عمل فاول في يعني في المنطقه او قدام المنطقه، منطقه الجزاء. طلب من المدرب ان هو يلعب وسط لعيبه المنتخب عشان يقدر يتحرك، عشان يقدر يعدي. يعني كان بيلعب ناحيه اليمين ناحيه محمد هاني، كان قافل عليه ناحيه الشمال برضه احمد فتوح وامام عاشور، الاثنين كانوا برضه قافلين عليه، ما كانش عارف يتحرك، ما كانش عارف ياخد حريته. بس امبارح اشيد فعلا باداء محمد هاني. مروان عطيه اداؤه رجولي واداؤه ممتاز جدا، بس حته التدخلات العنيفه ممكن تتسبب لنفسك في طرد، ممكن تتسبب لنفسك ان انت تاخد انذار وانذار وتتوقف. لا احنا مش عايزين كده، العب بس بلاش القتاليه الجامده، لان انت ممكن تعور نفسك او تعمل لنفسك مشكله. الاثنين في قلب الدفاع حمدي فتحي وياسر ابراهيم بصراحه كانوا عاملين اداء رجولي امبارح من حمدي فتحي ياسر ابراهيم. اداء كويس جدا من لاعيبه المنتخب. محمد صلاح، كلمه للكابتن محمد صلاح: اول مباراه اشوفها للكابتن محمد صلاح بيلعب بطوله مع المنتخب الوطني. هتقول لي كابتن محمد صلاح لما بيلعب مع ليفربول عالمي عالمي عالمي، بس كان مع المنتخب الوطني ما كانش بيلعب، كان خايف على رجله، خايف يتصاب كده. بس اول مباراه اشوفها للكابتن محمد صلاح ان هو بيلعب برجوله وبيغطي مع المدافعين وبيضغط وبيقطع الكوره وبيحاول ان هو يوصل امام، يوصل عمر مرموش اللي ما كانش ظاهر اصلا امبارح. محمد صلاح اداء رجولي، اداء عالمي. اللي استغربته ان مع الاداء الرجولي اللي عمله محمد صلاح، رغم كده الكابتن حسام حسن
طلعه تغييره، هي كان عادي ممكن يطلع ما فيش مشكله، بس نزول حمزه عبد الكريم مكانه دي اللي كان فيها برضه هتكلم عليها عن التغييرات برضه دلوقتي. بس اداء رجولي امبارح من لاعيبه المنتخب الوطني، اداء ممتاز جدا، بالتوفيق للمنتخب الوطني في الماتشات اللي جايه. نلعب برجوله، قدامنا ماتشين، لو فزنا الماتشين او فزنا ماتش وتعادلنا ماتش، ده خلاص صعدنا للدور اللي جاي. فبالتوفيق للمنتخب الوطني واداء رجولي امبارح. يا ريت الكابتن حسام بلاش حته بقى ان احنا نلعب على المرتده. الخمس دقائق اللي احنا هجبنا فيهم على بلجيكا امبارح عملنا شكل كويس وعملنا اداء كويس ورحنا بهجمتين، كوره امام عاشور وكوره عمر مرموش وكوره حمزه عبد الكريم، يعني كان كذا كوره رحنا على مرمى بلجيكا على كورتوا. بس حته ان احنا نلعب كره دفاعيه ونلعب على المرتده هيبقى صعب، بالذات في الماتشات اللي جايه. نلعب لعبنا الطبيعي ونهاجم، احنا مش منتخب ولاد، احنا المنتخب الوطني بالاداء العالمي اللي عمله امبارح. نيجي بقى لحته اللي هي التغييرات. تغييرات، اول حاجه طلع مين؟ طلع رامي ربيعه، قصدي طلع امام عاشور ونزل رامي ربيعه. دي تغييره انا مش فاهمها لحد دلوقتي. طيب ماشي، انت خدت حمدي فتحي حطيته في وسط الملعب وخليت رامي ربيعه في قلب الدفاع، مفيش مشكله، بس مين اللي هيوصل محمد صلاح ولا مين اللي هيوصل عمر مرموش؟ مين اللي هيلعب الكره لقدام؟ رامي ربيعه؟ مش رامي ربيعه. المفروض امام عاشور كان كمل المباراه، ما كانش طلع، ما كانش خرج بره المباراه. يا اما كنت نزلت مكان امام عاشور احمد السيد زيزو، هيقدر يوصل المهاجمين وهيلعب للمهاجمين. ده من وجهه نظري، كل واحد برضه ليه وجهه نظر. تغيير محمد صلاح لنزول حمزه عبد الكريم، نزول حمزه عبد الكريم اضافه قويه جدا وانا ما عنديش مشكله فيها، بس التغييره كانت عندي مشكله فيها، اللي انا اطلع محمد صلاح ونزل حمزه. طب ليه ما طلعتش محمد صلاح نزلت مكانه هيثم حسن؟ كنت طلعت مرموش ونزلت حمزه عبد الكريم. عمر مرموش اللي ما كانش ظاهر امبارح، ما كانش ليه وجوده امبارح في المباراه، ما كانش ليه وجود، ما حسيتش بوجوده في المباراه. عمر مرموش كان ممكن اطلع محمد صلاح وانزل مكانه هيثم حسن، واطلع مرموش وانزل مكانه مين؟ وانزل مكانه آه حمزه عبد الكريم، واطلع زيكو وانزل مكانه ابراهيم عادل. برضه كنت هقدر العب كره دفاعيه، وعندهم مين في وسط الملعب هيلعب مكان امام عاشور وبيلعبها احمد السيد زيزو. كان اداء كويس جدا، بس الكابتن حسام كان له وجهه نظر، برضه طلع احمد فتوح ونزل كريم حافظ، كريم عشان بيلعب باك شمال، فايه دي التغييره كويسه. خروج برضه عندك مين؟ خروج حمدي فتحي ونزول ابراهيم عادل مكانه. يعني حسيت ان كابتن حسام عايز يعمل خلخله للمنتخب البلجيكي، بس اداء ممتاز جدا من المنتخب الوطني امبارح، وبالتوفيق للمنتخب الوطني في المباراه اللي جايه. تعالوا مع بعض بقى نقيم لعيبه المنتخب الوطني. تقييم لعيبه المنتخب الوطني من وجهه نظري: مصطفى شوبير امبارح، مصطفى شوبير 9 من 10، اداء كان ممتاز. مش هقول 10 من 10 لان 10 من 10 دي حد معين، 9 من 10 مصطفى شوبير. محمد هاني 8 من 10 عشان خاطر المفروض 9 من 10 بس 8 من 10 عشان خاطر الهدف اللي انت اتسببت فيه، لان الهدف جه بسببك. ياسر ابراهيم 9 من 10، حمدي فتحي 9 من 10، احمد فتوح 5 من 10، مروان عطيه 6 من 10، مهند لاشين 5، امام عاشور العالمي، امام عاشور رجل المباراه ويستاهل رجل المباراه 10 من 10. امام عاشور امبارح ده ما يقعدش دك، امام عاشور ما يقعدش دك، 10 من 10. محمد صلاح 7 من 10، مصطفى زيكو 7 من 10، لعب اداء كويس، كان بيقدر، لاعب كويس جدا مصطفى زيكو. عمر مرموش 0 من وجهه نظري، ما شفتوش، ما عملش، ما فادنيش واحد زي عمر مرموش. نيجي بقى للتغييرات. رامي ربيعه لما نزل كان بيعمل كرات طوليه، كان كويس، 6 من 10. نزل مين تاني؟ عندك نزل حمزه عبد الكريم كان بيحاول ان هو يوصل للمرمى، كان بيحاول ان هو ياخد عرضيات، بس ما كانش في عرضيات من المنتخب الوطني امبارح. بس حمزه عبد الكريم 4 من 10 لسه في البدايات. نزول ابراهيم عادل نزل في الاخر هو كريم حافظ، مفيش تقييم لابراهيم عادل او كريم حافظ. احمد السيد زيزو وصل المرمى كذا مره وكان تسبب في ضربه جزاء ولينا ضربه جزاء. احمد السيد زيزو 5 من 10، كان المفروض لينا ضربه جزاء ناخدها.
بس ما حسبتش الحكم، تقريبا الفار ما كانش موجود. ده تقييمي للمنتخب الوطني او لاعيبه المنتخب الوطني، تقييمي لحسام حسن 8 من 10 لادارته للمباراه على الرغم من الخطه الدفاعيه اللي لعب بيها، وبالتوفيق للمنتخب الوطني في المباراه اللي جايه. وما تنساش تعمل اشتراك للقناه واللايك والشير وتفعل الجرس عشان الفيديو يوصل لكل الناس.